ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسلامه. تعالوا بقى يا حبايبي اوريكم النهارده ان شاء الله كده ايه عاملين يا حبايبي الميني بيتزا. شايفين الكميه القمر؟ شايفين جمالها؟ بالصلاه على النبي. تصدقوا ان كل دي من كيلو دقيق؟ من اللي لسه ما عملتش بقى حاجات للاولاد في اللانش بوكس؟ هو ده الميني بيتزا، يبقى في اللانش بوكس يبقى 100 100 للاطفال للمدارس. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. تعالوا بقى نبدا نشوف الطريقه. ابداوا كده، اول حاجه صلوا على النبي وحطوا لايك كده حلو للمنوره واشتركوا معايا في القناه، ويلا بينا نشوف الطريقه. اول حاجه يا حبايبي نسمي الله كده ونصلي على النبي. معانا هنا معلقه خميره ومعلقه سكر وذره ملح، هنحطهم في وعاء واحد كلهم. معانا هنا ربع كوبايه زيت كله بنفس المعيار واحد. ومعانا هنا كوبايه ميه، اول كوبايه ميه هندوب الاول الخميره مع الميه مع السكر، وادي الكوبايه التانية يا حبايبي. وهنبدأ ان احنا يا حبايبي نقلبه كده كله مع بعضه. معانا هنا بقى كيلو دقيق، هننزل على الكيلو دقيق كده. هنبدأ بقى ان احنا نخلطه كده مع بعضه. حاجة جميلة خالص، من بيتزا للأطفال، حاجة جميلة خالص مدارس. معانا بقى دي الكوباية التالتة من المية، هنحطها تدريجي، مش هنحط كوباية المية كلها مرة واحدة، واحدة واحدة، لما العجينة تبقى بالجمال دي. العجينة كده طرية وحلوة اهي، بتلزق كده شوية وهي ما هيش ايه لا لابسة ولا ناعمة، يعني ناعمة كده وجميلة وجميلة خالص يا حبايبي. تمشي معاك على طول. هنسيبها بقى تختمر كده شوية، ترفع بس 5 دقايق كده يا حبايبي، وهنغطيها ونقطعها بالصلاة على النبي. بعد كده يا حبايبي شايفين يا حبايبي هي بدأت حالا داخلة على خمر، لكن هي ما خمرتش، هي رفعت بس. معنا بقى نقطة زيت كده نحطها في الصينية، وهنقسم العجينة لجزئين 2 بس. انت حابة بقى تعملي زيادة عادي براحتك، ما فيش اي مشاكل. صلوا على النبي يا حبايبي، ولسه ما صليتوش على النبي. هنعملها كان احنا لقيناها كبيرة شوية، هنقسمها على ال3 اجزاء. وهنغطيها بقى بكيس اي كيس عندك، من اللي هو كيس سلفانة دي، كيس تلاجة عادي خالص. وهنبدأ بقى شوية دقيق كده ونفردها. كل حاجة سهلة خالص يا حبايبي والله. شوية دقيق كده على الوش، وهنبدأ ان احنا نفردها كده. الفرد ما يبقاش تخين، يبقى وسط. ودهنا الصينية بتاعتنا زيت. ومعانا هنا بقى طبق، حابة تشكلها كبيرة شوية براحتك، حابة صغيرة شوية براحتك. اهو انا حابة المقاس ده. هنبرمها كده، هتقوم هي طالعة المقاس زي ما احنا عايزين، جميل خالص. لايك بقى يا حبايبي لأم نورة، وتنوروها كده وتشتركوا معاها في القناة يا قلبي. هنبدأ بقى ان احنا نشيل العجينة الزيادة دي، طبعا مش هتترمي يا حبايبي، احنا نعيدها تاني وهنعملها نفس الطريقة تاني. هنبدأ بقى نسوي الطروف كده عشان ما تبقاش طالعة وكده. هنبدأ ان احنا نسويها ونظبطها في الصينية بتاعتنا العسل ديت. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ هنبدأ بقى نخرمها بس كده بالشوكة. الصلصة بتاعتنا دي يا حبايبي 4 فصوص توم، على نص كيلو طماطم، على بهارات فلفل كمون ملح. نضربه كله مع بعضه في الخلاط ونصفيها كويس، ونسيبها بقى تتسبك على النار، وشويه زيت بس، ما فيش اكتر من كده يا حبيبي، بتبقى جميله خالص. معانا بقى هنا الحاجات اللي احنا هنحطها، حبه زي ما انت تحط اللي انت حابه تحطيه يا روحي. طماطم، قطع لانشون، فلفل، اللي متوفر عندك. انا حبيت ان انا اشكلها كده بحاجات كده جميله كده، كلها حاجات على قد الايد وبسيطه خالص ومش مكلفه. للمدارس بقى، لفطار عشاء خفيف، اللي يعجبك يا روح. معانا بقى بالصلاه على النبي جبنه موزاريلا. انا بدات ان انا احط كده على الوش منها. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ حاجه كده بقى ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. الف هنا وصحه لقلبكم يا حبايبي. شايفين بقى بعد ما طلعت من الفرن جميله خالص اهيت. كميه عسل ازاي، كميه عسل خالص يا حبايبي. وانا حطيتها على الشبكه اللي في النص اهو، جميله سفنجه خالص. شوفوا الحمار عسل ازاي، والله العظيم هي بتتكلم عن نفسها. لايك بقى واشتراك كده حلو من ايديكم لام نور، عشان تشجعوها تعمل فيديوهات يا قلبي. خفيفه خالص. انا سويتها على الشبكه اللي في النص، وبعد كده رفعتها فوق يا حبايبي، خدت لون اهي. شايفين جمالها؟ ما بتاخدش وقت خالص في الفرن يا حبايبي، ده في الفرن بس قبل ما تحطيه. جميله اسفنجيه وجميله وطريه خالص،
دايبه كده دايب. ايه رايكم بقى في طريقه النهارده؟ لايك بقى لمنوره واشتركوا معايا في القناه، واسيبكم بقى يا حبايبي في رعايه الله.